هابي نيو يير، سنة سعيدة عليكم يا رب. وطبعا خلاص بقى في الاجازات والاعياد لازم خروجات واكل بيتزا واكل حاجات بنحبها. عجينة البيتزا سهلة خالص. بنعمل العجينة وبنسيبها تخمر لحد ما تكون بالشكل ده، وبعد كده بناخدها نفردها بمعلقة زيت كبيرة بتسهل علينا خالص الفرد. اولا لو عملنا كيلو دقيق، بعد ما بيخمر بنقطعه يعني قطع متساوية زي بعض. وهقول لكم تكه حلوه قوي، ممكن تعجنوا كميه دقيق وتاخدوا القطعه ديت في اكياس في الفريزر وتطلعوها وقت الحاجه، بتسهل عليكم يعني بتعجنوا مره واحده وبعد كده تستفيدوا منها. وبرده الصلصه بتاعتها برده صلصه البيتزا اعملوا كميه كبيره وفي اكياس في الفريزر وطلعوها. هنا تكه حلوه قوي في بيتزا المحلات، بيتنوا الاطراف ويحشوها بميكس جبن كده. واول حاجة بعد ما بنفرد العجينة وبنسيبها تخمر 10 دقايق لازم نخرمها بالشوكة، عشان يعني الخمران والانتفاش بتاعها نخليه يقل يعني بالتخريمة بتاعة الشوكة. طبعا كده بنقفل الاطراف وبنحشيها ميكس جبن، وبنكون مجهزين صلصة البيتزا اللي هي عبارة عن طماطم وبصلتين مثلا معاهم، ومعاهم زعتر. تسيبهم يستووا على النار وبمعلقة سكر، وبتضربوهم بالهاند بلندر او في الخلاط طبعا ما تحبوا. بنفرش الوش الصلصة. لو مفيش عندكم صلصة جاهزة ممكن تدهنوا برضو الوش بصلصة عادية عادي خالص يعني، بس معلقة الزعتر برضو بتديلها نكهة البيتزا. طبعا العجينة بيتحط فيها برضو زعتر. الحشوة اللي فوق يعني انواع الخضار المتوفرة عندكم في البيت، فلفل احمر واصفر واخضر، الالوان المتوفرة عندكم في البيت. والجبن برضو لو عندكم جبنة موتزاريلا او ميكس جبن بتبقى حلوة برضو مع بعض بتقطعوها. والاطراف بتكون محشية زي ما انتوا شايفين كده زي بيتزا المحلات. والزيتون بتاعنا لازم يكون موجود اساسي في البيتزا. وبنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، وبندخل الصينية على يعني على صاجة الفرن اللي تحت لما تاخد لون الاول، وبعد كده بنطلعها فوق تحت الشواية. انا عملت صينيتين بنفس الشكل. هنا الصينية برضو ممكن تدهنوا الاطراف اللي احنا حاشوينها حاشيينها جبنة، برضو كده بالصلصة او بالزيت عشان تاخد لون يعني حلو كده في الفرن. وطبعا بتضيفوا بقى الخضار. انا كان عندي في الوقت ده يعني خضار بس. لو انتوا عندكم بواقي فراخ لحمة، لحمة مفرومة، لو عندكم تونة ممكن تعملوها بتونة وشرايح بصل، بتبقى حلوة قوي مع الخضار وبتبقى جميلة. يعني كل اللي تحبوه اعملوه، اهم حاجة تكتين الشوكة والتانية ومعلقة الزيت اللي بنفرد بيها بتسهل عليكم. كمان زي ما انتوا شايفين كده الصينية مش لازقة. وحلوة قوي والطريقة جميلة وجربوها. السلام عليكم.